السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنبتدي ان احنا نجمع النص بتاع الامبيلر للتوركو كونفرتر بتاعنا. اولا بيكون في عندك الامبيلر هاب، حضرتك عايز تكبس فيه البليه الخلفيه لعمود التربينه، لان انا زي ما قلت لك ان في عندك اختلاف في السرعه ما بين التيربن شافت وما بين السرعه اللي بيلف بيها الامبيلر. الامبيلر بيلف عندك بسرعه المحرك، بينما عندك عمود التربينه بيبتدي ان هو يلف بسرعه اقل، نظرا لان دي فكره عمل التوركو كونفرتر اصلا. فعلشان خاطر افصل ما بين الاثنين علما بان الاثنين بيرتكزوا على بعض، فلازم يبقى موجود في عندك هنا بليه اماميه وبليه خلفيه، فاحنا بنكبس البليه الخلفيه لعمود التربينه في الامبيلر هاب. ويفضل ان حضرتك تستعمل طريقه الشرينك فيتنج، يعني اسقع واحد واسخن واحد، بحيث الاثنين عندك هنا يبقى في ما بينهم خلوص فيدخلوا بمنتهى السهوله، وبعد كده الاثنين يوصلوا لدرجه حراره الغرفه فتحصل عمليه الشرينك فيتنج. تمام؟ بعد ما حضرتك كبست البليه بتاعتك بتبتدي ان انت تحط الكليبس بتاع البليه علشان خاطر احافظ على البليه دي في مكانها وما يحصلهاش موفمنت اكسيال. تمام؟ بعد حضرتك ما انا كبست البليه بتاعتي وحطيت السناب رينج، حط عندك هنا الاورنج، والاورنج ده مهم جدا لان هو بيقطع زيت ما بين الامبيلر شخصيا والامبيلر هاب. بعد كده ببتدي ان انا اسقط عندك الامبيلر بتاعي او المضاخه على الامبيلر هاب. تمام كده؟ ابتدي ان انا احط عندك الورده بتاعتي، ويا ريت تطابق اماكن المسامير اللي موجوده في الامبيلر هاب وموجوده في الامبيلر وموجوده في الورده. وبعد كده ببتدي ان انا اربط المسامير بتاعي بمفتاح عزم. مفتاح العزم ده بيربط معاك في الحاله دي لحد 80 نيوتن متر. تمام كده؟ طبعا على حسب اختلاف الموديلات تقدر تظبط مفتاح العزم بتاعك على الكتالوج بيقول لك عليه. بعد كده حضرتك بجيب بقى الاويل بافل بتاعي او حاجز الزيت، ببتدي ان انا احط عندك على الفتحه اللي بيبقى طالع منها مين يا فندم؟ طالع منها الامبيلر هاب اللي بيلفف عندك مين يا فندم؟ بيلفف عندك الترس بتاع الباور تيك اوف. فحضرتك في عندك هنا جزء ثابت اللي هو الاويل بافل، وهيبقى طالع منه من هنا جزء عمال بيلف وبيتحرك، فلازم علشان خاطر اقطع زيت احط عندك دايناميك سيل. فابتدي ان انا احط عندك هنا الدايناميك سيل بتاعي على الفتحه بتاعه الهاب في الاويل بافل. تمام؟ بعد ما حطيت الدايناميك سيل وكبسته في مكانه، ابتدي ان انا احط عندك الاورنج اللي هو مانع التسرب اللي بين الاويل بافل وما بين الزهره بتاعه المحول. وانس ان انا عملت الكلام ده وحطيت السيلات بتاعتي، ببتدي ان انا اسقط عندك البافل بتاعي على الامبيلر لحد ما الدايناميك سيل يبتدي ان هو يبات في مكانه على الامبيلر هاب. وانس ان انا عملت الخطوه دي، هيبقى طالع عندك هنا المراود الخارجيه اللي هي موجوده على الامبيلر هاب. ببتدي ان انا اسقط عندك الترس بتاعي، الترس بتاع الباور تيك اوف، واعشق المراود الخارجيه للامبيلر هاب مع المراود الداخليه للترس بتاعي، علشان خاطر الامبيلر هاب ده هو اللي بينقل حركه للترس بتاع الباور تيك اوف. وخلي بالك الترس ده بيكون ليه اتجاه، فلازم تركز في الاتجاه بتاعه. وانس حضرتك ان انا سقطت الترس بتاعي، ببتدي ان انا اثبت الترس بتاعي بالكليبس بتاعه علشان خاطر امنع الحركه الاكسل للترس بتاعي، ويفضل ان هو ثابت في مكانه، ويقدر ان هو يدور عندك الشافطس بتاعه الترومبات اللي هي تمام بتبقى موجوده عندك على الجير بوكس بتاعك. فاحنا كده بامر الرحمن تمام قدرنا ان احنا نقفل الجزء السفلي بتاعنا. اخر حاجه بتبقى موجوده عندك وانس ان انت وصلت للشكل النهائي ده، ببتدي ان انا بحط عندك الظرف الداخلي تمام للبليه الخلفيه لعمود التربينه. وهذا الظرف الداخلي زي ما حضرتك شايف كده الانر ريس ده تمام من جوه بيبقى متصل مع مين يا فندم؟ مع عمود التربينه، ومن بره بيبقى متصل عندك هنا بالبليه اللي هي موجوده تمام داخل الامبيلر هاب. وبالتالي الامبيلر هاب يقدر ان هو يلف بسرعه، وعمود التربينه يقدر ان هو يلف بسرعه ثانيه مختلفه. اتمنى حضرتك تكون فهمت المعلومه دي كويس جدا. ان شاء الله باذن الرحمن اقابلك بقى في طرق الحل والتركيب للجزء الثاني من التورك كونفرتر اللي هو بيبقى موجود فيه اللوك اب كلاتش، وبيبقى موجود فيه الجزء بتاع التربينه. اشوفك الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.